في ناس مرتبها كويس وبرضه آخر الشهر مفيش أي فلوس معاها، وفي ناس بدأت بمبلغ بسيط جدا ودلوقتي عندها دخل إضافي كل شهر. الفرق مش الذكاء، الفرق إن في 3 حاجات بتمنع أغلب الناس تعمل أول 1000 درهم في حياتها. أول سبب إنك مستني تبدأ لما يبقى معاك مبلغ كبير، ودي أكبر كذبة الناس مقتنعة بيها. ناس كتير فاكرة إنك لازم تفتح شركة لما يكون معاك 50,000 أو تشتري كمية كبيرة، لكن الحقيقة أغلب الناس اللي بدأت تكسب بدأت بحاجة بسيطة جدا. واحد بدأ يبيع سماعة، واحد اشترى منتج من الفيسبوك ماركت باعه أغلى، واحد صور منتج ونزله على تيك توك. الفكرة مش إنك تبدأ كبير، الفكرة إنك تبدأ. تاني سبب يخليك واقف مكانك هو الخوف. الخوف إن المنتج ما يتباعش، الخوف إنك تخسر، الخوف من كلام الناس. بس اسمع الجملة دي كويس: الخسارة الصغيرة أرخص من إنك تفضل مكانك سنين. أي شخص ناجح مر بتجارب غلط، لكن الفرق إن الناجح اتعلم وغيره فضل يفكر بس. ابدأ بحاجة صغيرة جدا حتى لو ب100 درهم، المهم تدخل اللعبة. تالت سبب وده أخطر سبب، إنك بقيت مدمن مشاهدة مش تنفيذ. تشوف فيديوهات تحفيزية طول اليوم، وتسمع قصص نجاح، وتحفظ طرق الربح، لكن عمرك نزلت إعلان أو صورت منتج أو جربت تبيع حاجة. وده الفرق بين الشخص اللي بيتفرج والشخص اللي بيتغير فعلا. وفي نقطة مهمة جدا محدش بيتكلم عنها: الحرية المالية مش معناها تبقى مليونير. الحرية المالية الحقيقية إنك ما تبقاش مضغوط طول الوقت بسبب الفلوس، إنك لما تحتاج حاجة تعرف تجيبها، ولما يحصل ظرف ما تنهارش. وده مش بيبدأ فجأة، ده بيبدأ بعادة صغيرة، إنك تحاول تعمل دخل إضافي حتى لو بسيط. المشكلة إن أغلب الناس أول ما تسمع كلمة دخل إضافي تفتكر الموضوع صعب جدا، لكن الحقيقة إحنا عايشين في وقت تقدر تبدأ فيه بموبايل بس. ممكن تبيع منتج، تعمل محتوى، تسوق لمنتجات، أو حتى تشتري وتبيع من فيسبوك ماركت. واوعى تستهين بالبداية الصغيرة، لأن كل شخص ناجح دلوقتي كان في يوم من الأيام مبتدئ ومحدش يعرفه. الفرق الوحيد إنه بدأ وإنت لسه بتفكر. وأكبر خطأ ممكن تعمله إنك تستنى الحماس. ابدأ حتى لو خايف، ابدأ حتى لو مش عارف كل حاجة، ابدأ حتى لو بإمكانيات بسيطة، لأن الحركة بتعلمك أكتر من التفكير. تخيل بعد سنة من دلوقتي تكون بدأت من فيديو زي ده، أو من منتج بسيط بعته وبقى عندك دخل إضافي محترم. كل ده ممكن يحصل بس لو بدأت. اكتب لي في الكومنت ايه أول خطوة نفسك تبدأها. ولو حابب فيديوهات أكتر عن الحرية المالية والدخل الإضافي والبيع والشراء أونلاين، اعمل متابعة للقناة علشان الفيديو الجاي ممكن يكون بداية رزق ليك.